أنا أنور كمال يوسف، كهربائي بحي شمال، تابع محافظة الأقصر. برضه يوم ما كنا يوم الأحد اللي فات الموافق 14/8 كنا متظاهرين عشان عاوزين حقوقنا احنا على الصناديق. كنا عاوزين 200% زيادة ونتحول من الصناديق للميزانية. رحنا عملنا مظاهرة سلمية قدام المحافظة عشان نطالب بالحقوق بتاعتنا. اللي هو أحمد عقب ما عجبوش الكلام، قال لك هات المدرعات واتصل لي بالجيش خليه يجي يدهوس الصراصير دي، واحنا بدينا صراصير على اخر الزمن. شكرا سيادتك. احمد فؤاد سالم، موظف مركز معلومات شبكات المرافق منطقه العمراني. كنا بنتضارب برضه بالنسبه ل 200% والتحويل الميدانيه، كانت مظاهره سلميه خالص، بس اللي حصل كالاتي ان هو الناس مش سامعه كلام اللي هو احمد عجب، فهو اتنرفز علينا، فهو قال ايه انتوا سدوا شويه صراصير، كلام ما ينفعش معاكم، نتفقكم شويه دبابه تدوسكم وبس، وندى على الجيش عشان يتكلم معنا. شكرا. كان رد فعل الجيش؟ مفيش اي كلام معنا، كان كل كلام مفيش اي، الجيش ما دخلش معنا في اي الجيش كلام. ما دخلش، الجيش كان معانا فعلا يعني بما يرضي الله، محترمين جدا والله. هو اللي عمل قال انا هتصل بالجيش، اتصلوا لي قال هاتوا لي المدرعات عشان قال تدوس على الصراصير دي اللي في الارض، خلانا احنا صراصير بس. اخ محمود حسين ابراهيم من حي شمال، ساق حي شمال. كنا متظاهرين عشان نطالب بحقوقنا عن ال 200% اللي نزلت لبعض الناس. ففي ساعتها طبعا التجمهر بتاعنا السلمي ديتي جاء سياده اللواء احمد عجق وقال يعني هنجيب الدش لشويه الصراصير دول، فاحنا يعني احنا بنطالب حقوقنا، مش بنطالب باكثر من حقوقنا بما يرضي الله ورسوله. يعني انا يعني مواطن من ضمن مواطنين الاقصر بعاني من الحياه مثلا، يعني انا عندي 4 اولاد، فانا ما طلبتش بحقوقي. حصرك من فين؟ حصرك او الانهب، واحنا بيقولوا لنا يعني انتم من الاقصر، يعني بيعرفونا ان احنا من بلد حاجه ثانيه، يعني مش عارف اعبر لكم ازاي. فاحنا بنطالب بحقوقنا كرجال مواطنين، عاوزين نشغل حقوقنا، بس ال 200% نزلت لبعض الناس فتنزل لنا احنا، وفي نسبه 100% برضه نزلت الناس قبضتها فاحنا ما قبضناهاش. فاحنا طبعا واحد زي سياده اللواء ده المفروض يتكلموا كويس، يعني ايه احنا صراصير او ايه احنا دبابات. فاشكر سيادتكم والرجاء من سيادتكم اتخاذ موقف، اذا كان احنا صراصير ونستاهل كده فبنرفع صوتنا لكم.